أول حاجة وأكبر حاجة ماكس فيرستابن هيعمل إيه السنة الجاية؟ الأخبار كتيرة جدًا، كان الأول إن هو هيروح مكان جورج راسل في مرسيدس، وبعد كده بقى إن هو هيروح ماكلارين عشان الrace engineer بتاعه رايح ماكلارين، وإن أوسكار بياستري مش مبسوط في ماكلارين. إزيكم يا جماعة، إزيك يا ماجد، إيه وحشتونا الأخبار يا بنوّية؟ ولازم نحتفل يا جماعة، إحنا عدّينا ال1000 subscribers ده ال1000 milestone متابع. كبير جدًا. 1000، 1000 1000. خبر أبيض! عايزينهم دلوقتي يا لا، جماعة لأ، 10,000 أقل حاجة. يالّا، يالّا، قولوا لأصحابكم على الlive stream وخلّوهم يتفرّجوا. يس، يس، ميرسي جدًا 1000 وحاجة متابع، ميرسي جدًا بجد، وعايزين نزيد. أنا عارف الcommunity أكبر من كده، وبنحاول نغيّر في الفورمات كمان، ونحاول إن إحنا we spice it up يعني زي ما بيقولوا. يالّا بينا. يالّا بينا، قبل ما نبتدي بس نتكلّم على بلجيكا وسبا والسباق، ممكن إحنا بقى لنا أسبوعين ما نزّلناش فيديوهات وفي أخبار كتيرة أوي في كل حتّة، فلازم نتكلّم عليها. أول حاجة وأكبر حاجة ماكس فيرستابن هيعمل إيه السنة الجاية؟ الأخبار كتيرة جدًا، كان الأول إن هو هيروح مكان جورج راسل في مرسيدس، وبعد كده بقى إن هو هيروح ماكلارين عشان الrace engineer بتاعه رايح ماكلارين، وإن أوسكار بياستري مش مبسوط في ماكلارين. في كلام إن هو دلوقتي ممكن يقعد 2027 في البيت عشان هو مش مبسوط، كلام كتير جدًا وأنت إيه رأيك؟ مش هيعمل إيه مش السنة هيقعد الجاية؟ مش هيقعد في البيت، هو already ممشّي الGT3 Verstappen Racing، فممكن إمم، يinvest فيها time أكتر. بس الحكاية زي الفيفا كده مش مختلفة أوي، لأنها محكومة جدًا بالفلوس. ماكس إمم، فيرستابن بطل كبير، ما ينفعش يقعد في البيت سنة، انسى دي خالص. صح، إن ياخد sabbatical، بس هو ممكن يبقى عايز ياخد الsabbatical، يعني ياخد الأجازة سنة لغاية لمّا الregulations تتغير وتغور في 60 داهية، ولكن الFIA مش هينفع. الFIA would lose a lot of money ومشاهدات أكبر بكتير من أي حاجة تانية. فماكس أيوه، فيرستابن هيقعد، ما تلاقيش هياخد اجازه، يروح ماكلارن. الاشاعات كتيره لدرجه ان انا ممكن اصدقها، وان كان انا ميال اكتر ان هو هيقعد في ريد بول. هقول لكم وجهه نظري ايه. وجهه نظري انه ريد بول ده الفريق اللي ماكس فيرستابن بيسكلي مستعمله، من اول لوران ماكيز كلهم، كل التيم ده تبعه. يقول لهم زي النهارده بعد الFP2 يقول لهم the downshifts، النقلات اللي لمّا باجي أنزّل نقلات زي الزفت وعمّال بيشتم ومنهار. لو راح لزاك براون الكلام ده مش هيعدّي، يعني لو راح لأي فريق تاني مش it will not be acceptable. وبعدين هيبقى كده زاك براون قتل لاندو نورس، يعني قتل الchances إن هو يجيب له WDC تانية. وإن كان ماكلارين السنة دي واضح إن هم يعني اتحسنوا شوية، هنتكلم، بس يعني ما هماش competitive أوي. أيوه. أنا شايف برضه يعني مرسيدس الأول يعني النقلة بتاعة يروح مكان جورج راسل يعني هي طبعًا make sense بالنسبة لفيرستابن إن هم أسرع عربية وهو أحسن سواق أو يعني من أحسنهم لو أنتم مش مقتنعين إن هو أحسن واحد، أنتم غلط بس يعني كل حد كل حد له رأيه. بس هو لو هيروح هو أنتونيلي يعني هو المستقبل بتاع مرسيدس، فأنا لو مكان توتو وولف اللي هو أنت هتجيب نجم على أنتونيلي ليه؟ طالما راسل بيأدي كويس والفريق واقف على رجليه، مش محتاج حد زي زي فيرستابن إن هو يعمل البلبلة دي في الteam. ماكلارين آه. والله أنا شايف إنه يعني برضه هاقول لكم ليه الإشاعات على ماكلارين زادت أوي، أول حاجة إنه GP اللي هو الrace engineer بتاع فيرستابن رايح ماكلارين، مش فاكر السنة الجاية والّا اللي بعديها، بس هو رايح ماكلارين خلاص مضى معاهم. السنة الجاية تاني على طول. حاجة تاني حاجة إن هو بيقولوا أوسكار بياستري مش مبسوط في ماكلارين من ساعة مونزا السنة اللي فاتت، لمّا نوريس كان عنده pit stop بطيئة وقالوا لبياستري يبدِّل معاه عشان الPapaya rules بتاعتهم، وإن هو إحنا فريق واحد ولازم نكسّب. بس لازم أقول حاجة. بياستري امبارح طلع كدّب الكلام كلّه، كدّب كل الإشاعات، قال لهم I'm not going anywhere, McLaren is my home. آه، بس في نقطة بقى تانية دي لسه كنت بافكّر فيها النهارده، إنه من أسبوع كده والّا حاجة في صحفي مشهور أوي اللي هو ويل باكستون ده طلع عمل تويتة اللي هو لو اللي أنا سامعه ده صح، الدنيا هتتقلب، وهو عمل نفس الموضوع من سنتين لمّا فيراري قرروا إن هم لويس هامilton هيروح فيراري، فهو واضح إنه كان في حاجة كبيرة بتتحضّر لحظة وبعد كده واحدة، الموضوع مات. لحظة. It's fake news people, fake news. بس فأنا يعني اللي فكّرت فيه إن هو
يمكن فعلًا فيرستابن كان بيتكلّم مع ماكلارين، بس هو برضه عشان يسيب Red Bull ويروح ماكلارين من وجهة نظره هو مش من وجهة نظر ماكلارين، من وجهة نظره هو محتاج ضمانات إن هو لازم يروح فريق بيكسب، هو دلوقتي Red Bull أصلًا أحسن من ماكلارين. ماكلارين طلعوا قالوا إن هم الupgrade اللي مستنيينه عشان يشوفوا فعلًا مستواهم فين، هييجي الأسبوع الجاي في المَجر، فيمكن والله أعلم إن فيرستابن وإن مستني يشوف العربية هتكون فين الأسبوع الجاي وياخد قراره على أساس حاجة فعلًا حاصلة مش كلام في الهوا. يعني anyway فيمكن، الله أعلم. بُص هو ultimately ما فيش حاجة مستبعدة، بس مشكلتي في القصة دي كلّها إن علاقة زاك براون بلاندو نوريس قوية أوي، كان متبنيه خالص، فأفهم إن آه، بياستري dead، ولكن آه، لو نوريس جه عليه فيرستابن، نوريس is dead، أيوه. انساه. يعني هو كده هو دي مشكلة ماكس فيرستابن الحقيقية، إنه ما لوش تاني، يعني ما ينفعش يبقى في a second، يعني الrivalry شُفناها ما بين لويس هامilton وروسبرج، أوكي، وعرفوا يمشّوها، لكن مع هامilton مع فيرستابن وأي حد مع تاني، فيرستابن، فيرستابن with the competitive car بيطيّر اللي قدّامه خالص، بيبقى يعني هيدوس عليه هيدوس عليه، وبعدين بس لأنه هي he's النقطة dominant. من وجهة نظر زاك براون، هو فيرستابن ممكن يجيب له championship لو هم معاهمش أسرع عربية، هي دي النقطة بس. يعني لو بس مرسيدس أسرع عربية بس هيبقى رمى لاندو نوريس تحت الأوتوبيس، يعني he threw him under مع the bus، بس anyway في مقابل إن هو يكسب بطولة. بُص أيوه، بس if their car is competitive وعرفوا يلمّوها، هي اتحسنت شوية الpractice ده، بس مش هيبان حاجة الصراحة غير قبل free practice 3 والqualifying، إن ممكن تكون إمم. شوية فرق بtsandbag، ممكن كمان مش دايمًا باقولها على الfree بيجمّعوا حتى practices، معلومات يعني مش شرط إن هم يكونوا بيجمّعوا بيحاولوا معلومات بالضبط، يعني ممكن يبقى race pace، ممكن بيبقى full fuel، يعني ما تاخدوش الpractices دي على إنها نتيجة نهائية، ما زال في free practice 2 ده أنتونيلي ما زال dominant، وراسل في السيفون، يعني ما فيش خالص، ضايع، ويقول لك طلع قال لك أصل this current regulation doesn't suit my driving، أنا تاني يعني هو آه. he's quickly being demoted as the second driver رسمي، يعني فاهم؟ إن أنا الإنجليز يعني كلّهم أظن إن هو نفسيًا خلاص اتركب، بس هو فعليًا هو قريب، هو مش بعيد، هو الفرق دلوقتي إيه 25 والّا 30 نقطة، أوكي، بس عشان أنتونيلي حصل له مشاكل السباقين اللي فاتوا، مش عشان هو كان كويس، فيعني هو لسه yeah فيها، بس أنا حاسّه نفسيًا هو عارف إن yeah أنتونيلي أحسن منه، والله أعلم، ممكن يثبتوا إن yeah إحنا غلط yeah الأسبوع ده، هنشوف. وعلى سيرة على سيرة الupgrades، قُل لي، أنا هاقول بس كلمة بسرعة على الجناح بتاع Red إمم، Bull، بطّلوا الماكارينا زي ما قُلت لك قبل كده، المشكلة اللي حصلت مع ال ال2 crashes زي ما تنبأت آخر مرّة، كانت إن الجناح ما بيرجعش مكانه تاني في الcorner، المفروض يرجع يقفل، أوكي، هو بيبقى عامل كده في الhigh speed وبعدين يروح لافف أوي كده، تمام، ما بيرجعش أوي، ففي هوا، بيبقى في فجوة، فالعربية ما بتعملش الdown force اللي على الrear، عشان كده بتهرب منه. قُلت لكم ماكس بالضبط، فيرستابن ما يغلطش rookie أيوه، mistake ما زي دي، يعملش الغلطات العربية دي، هي اللي بتجلي، صح. هو مكنة حضرتك. طيب قُل لنا بس بقى الupgrades. الupgrades اللي جاية والناس بتتكلم عليها والأكبر حاجة الtalking points هو فيراري. فيراري جابوا نسخة جديدة من الماكارينا wing، بيقولوا إن هو هتزود لهم 0.3 seconds في اللفة، فده حاجة كبيرة جدًا. بيقولوا إن هم تنازلوا على الdiffuser اللي ورا عشان يضحوا بشوية downforce في سبيل إن هم ياخدوا 11 horsepower زيادة، فيبقوا أسرع شوية في الstraights. إمم. فهل فيراري هيكونوا competitive الweekend ده؟ هنشوفهم بينافسوا على المكسب؟ والله إيه رأيك؟ based على FP2 if they were running a race pace، بس برضه ما نقدرش نحكم عشان نبقى مضبوطين أوي يا جماعة، أنتم عارفين إحنا technical، عشان تحكم على FP2 لازم تبقى عارف الstrategies بتاعة كل فريق، هو بيrun الfuel load عامل إيه، الsetup الaerodynamic setup بتاعه عامل إيه، بيجربوا حاجات كتيرة، لكن لو أنا خدت equal playing field يعني كلّهم متساويين، لأ هاقول إن فيراري are still behind، ما هماش مش في الصدارة يعني. بس أنا والله حاسس إن هم هيعملوا كويس، حاسس إن هو track يا زي ريت. سبا ده هيكون شوية زي Silverstone اللي هو البطارية هتخلص في أول اللفة، وبعدين يقعدوا نُص اللفة بيشحنوها، وبعدين يخلّصوها في عند آخر straight يعني. الجزء اللي في النُص اللي هو كُلّه ملفات ده هيبقى غالبًا من غير أي بطارية، من غير أي كهربا، وفيراري كويسين في الملفات، عندهم عربية كويسة.
وactually Red Bull يعني الموتور المفروض بتاعهم كويس من غير كهربا، فممكن برضه نشوفهم في حتةٍ ما قدّام شوية. وفيرستابن كده في سبا يعني وحش الصراحة ما حدش بيعرف يوقّفه، بس والله شايف إن هو فيراري لو فعلًا التقارير بتاعة إن هم هيبقوا 0.3 seconds أسرع في اللفة عشان الwing الجديد والdiffuser why not نشوفهم بيكسبوا. إحنا شُفناهم في Silverstone في نفس الconditions بتاعة البطارية اللي بتخلص، كسبوا السباق وكان ممكن يكونوا 1-2 لولا الsafety car اللي في الآخر، فشايف إن هم ممكن يكونوا competitive تاني الأسبوع ده الصراحة. بُص honestly أنا عمري ما باحكم، ما اقدرش اعمل predictions جامدة من FP1 وFP2 خالص، يعني لازم نشوف FP3 وكمان الtrack بيevolve أكتر، بيحصل track evolution زي ما قُلنا يا جماعة، الكاوتش إمم. بينزل أكتر على الأرض والأرض نفسها بتتكنس من العربيات. وبعدين ف جو بلجيكا مش مضمون، عادي أوي البرد يقلب مطرة وكل حاجة ما تتشقلب. بس هم ما لأول مرّة ما بقاش في مطرة، فيعني واضح it's going to be a dry race، لإن في موجة حَر لسه مكمّلة في إمم. أوروبا، بس الفكرة إنه صعب تpredict FP2، لكن من FP2 هم باين إن هم lagging behind يعني McLaren وRed Bull وراهم هم. يعني إحنا شُفنا FP2 آه. خلصت أنتونيلي، نوريس، فيرستابن، وبعدين هامilton وLeclerc والقصة دي كلّها. لأ يعني ما يعني ما اقدرش احكم I cannot make predictions. انا احساسي ايه لو هاقول آه. أي prediction عشان بس يبقى الفيديو ده توقعات مضبوطة، هاقول أنتونيلي Paul إلا لو حصل له مشكلة كبيرة جدًا، إمم. وهاقول فيرستابن وفيراري Paul، مش هاشوف ماكلارين برضه، يعني حد هيبقى على ماكلارين لأ، في مع إن ماكلارين الpodium. بيقولوا أخدوا الupgrade بتاع الpower unit بتاع مرسيدس، ونوريس أخد penalty 10 places عشان يغيّر الpower unit، power unit صح. طيب فممكن، يبقى ممكن يبقوا مفاجأة يعني. ماشي، ممكن يبقوا مفاجأة، بس على الأقل الpredictions بتاع starting order، يعني الstarting order بداية السباق بيتهيأ لي أنتونيلي معاه فيرستابن معاه حد من فيراري، ده التوقع. ليكلير بقى أنا شايف أنا حاسس إن ليكلير هيبتدي يفوق بقى شوية، كسب السباق اللي فات معاه شوية كده momentum وهيفوق شوية بقى. ماشي، بس أنت ما شُفتش الماكارينا اللي لويس هامilton كان بيعملها على البحر، شُفتها؟ اللي هو لَف شُفتها، 360 درجة، شُف الراجل واخد ثقة شُفتها. الأستاذة كيم كارداشيان نافخة له الثقة تمامًا يعني. وشُفته في الsurf وهو برضه ما بيعمل ما كده ما وبتاع ما ده وعامل قصدي فيها على بتاع. على الsurfing وهو بيعمل الماكارينا آه. 360 يعني. ف anyway it's I think it's going to be fun. آآ واحد من أحلى الأماكن نتفرّج عليها فورمولا 1، بس كالعادة الclipping ما زال مهيمن جدًا، تسمع برضه العربية في آخر الstraight بتنعّر وبعدين تُقف. هيكون أكنّها بتنام، باتفرّج عليها أكنّي عارف واحد بيتفرّج وبعدين إيه يا عم ما تصحّى العربية وللأسف شوية. للأسف السنة الجاية ما فيش سبا، السنة الجاية ما فيش سبا من أول السنة الجاية هتبقى سنة وسنة لأ، مش عارف ليه، فهيحرمونا إحنا من عايزين نعمل فورمولا 1 في مصر يا جماعة. طَب لعلمك هي ليها مكان، طبعًا الساحل وِش يعني، أو وسط الأهرامات، يا خبر أبيض! بس العربيات كنت لسه تتسلق. هاقول لك عند الأهرامات طبعًا. العربيات يا معلم تتسلق هناك. أيوه. تتسلق ويطلع جمل في النُص، تبقى مسخرة. ماشي، توقعاتك إيه طيب؟ يالّا توقعاتي إنه للstarting order، الstarting order. starting order آه، لوكلير أول، أنتونيلي تاني بفرق حاجة بسيطة أوي، وبعد كده فيرستابن، ماشي، إحنا خالفين وبعد كده بقى الorder السباق بس. مفتوح أي حاجة ممكن تحصل. وممكن يحصل حوادث، وشُفنا بيير جازلي خايش في الFP2. Anyway I think it's going to be interesting، وI think it's going to be interesting. هنشوف. أنا ما عنديش حاجة تانية أقولها هنشوف. يعني. قولوا لنا يا جماعة وميرسي. أنتم شايفين إيه اللي هيحصل في أيوه. الqualifying وشايفين إيه اللي هيحصل في السباق وحشتونا، يعني هننزّل فيديوهات أكتر الفترة اللي جاية إن شاء الله، لحد على Yes إن شاء. الأقل summer break و ها و و1000 متابع عايزينهم 2000 متابع، شدّوا حيلكم معانا. بس سلام.